ايه رأيكم النهارده نعمل صينية البطاطس بالفراخ ولكن بدون طماطم وهيبقى طعمها حلو جدا. ده عبارة عن فلفل حار وفلفل رومي وخمس فصوص من الثوم متقطعين تقطيع كبير شوية، وعندي كمان بشر 2 بصلة كبيرة، وعندي الفراخ مغسولة بالمية والخل والملح والليمون ومتصفية كويس جدا من المية، والبطاطس المقطعة حلقات ونقعها في مية بملح، وعندي البهارات عبارة عن كزبرة ناشفة. هنقسم البصل جزئين، جزء احطه على الفراخ وجزء احطه على البطاطس. دي عبارة عن كزبرة ناشفة وبابريكا وملح وفلفل اسود وكمان شوية من الكمون وبهارات الفراخ. بحط كل البهارات على البصل، ببدأ ان انا ادعك البصل مع البهارات عشان يدي طعم حلو، وببدأ ادخل البصل ده في الفراخ تحت الجلد وبين الشوك بتاعة الفراخ. انا طبعا بمسك الفراخ بعمل فيها فتحات بالسكينة، وببدأ ادخل التتبيلة دي جوه الشوك بتاعة الفراخ، وطبعا بعصر عليها ليمون كتير عشان هو اللي بيخليها تستوي وبيديها مزازة حلوة اثناء السوا. بحط التتبيلة دي على الفراخ بالمنظر ده، وبسيبها بعد ما بحط عليها شوية من الزيت، بسيبها شوية في التتبيلة حوالي ربع ساعة. باخد كمية البصل المتبقية وابدأ احطها على البطاطس بنفس الطريقة. بحط نفس الكمية اللي انا خدتها، خدت نصها، واحط عليها برضو الفلفل الحار والفلفل اللي هو الرومي، ممكن احط كمان فلفل الوان، واحط كمان شوية من الزيت، وحطيت هنا كمان الثوم. هبدأ ان انا اقلب كل البهارات دي مع الفلفل مع البطاطس، بقلبها كويس جدا، واحط كمان الزيت عليها. ومش هحط هنا طماطم، هبدأ احط الفراخ على البطاطس من فوق. ممكن ان انا اسوي البطاطس شوية نص سوا على البوتاجاز وبعد كده ادخلها الفرن، ولكن الطريقة دي طالما ان انت مقطعة البطاطس رقات رفيعة هتستوي بسرعة. وكمان ان انا مملحاها، هبدأ احط عليها الفراخ بالمنظر ده. الفراخ ببدأ احطها على الصينية من فوق، هتبدأ ان هي التتبيلة بتاعتها تنزلها برضو على البطاطس وتسويها. طبعا ممكن ان انا اغطيها بورقة من الفويل واسيبها لحد لما تستوي، وبعد كده ابدا اشيل ورقة الفويل لحد ما تحمر. انا هنا ضفت الطماطم، ولكن ممكن ان انا احطها في الرف الاوسط واضيف لها نص كوباية مية مغلية لو حسيت انها محتاجة شوية من المية. واول ما بحس انها استوت بحطها تحت الشواية وبتطلع بالمنظر الجميل ده. صينية في منتهى الجمال، اتمنى ان هي تعجبكم. بقدمها مع طبق من السلطة والرز اللي هو حبة وحبة. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.